بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. أول حاجة، كل سنة وإخوة المسيحيين طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وإخوة المسيحيين طيبين بخير وبسعادة إن شاء الله تعالى. أول حاجة نتكلم عن أخبار منتخبنا الوطني وإيه اللي حاصل فيها بإذن الله خلال الفترة اللي فاتت. بعد كده نتكلم على مباراة اللي انتهت منذ قليل، ليفربول المان يونايتد اتخذت تعادل ايجابي 2-2. ثم نتكلم على على الزمالك والمصري، بس انا ما شفتش الماتش، بس اقول لكم ايه اللي حصل، يعني ايه ترتيب مجموعه الزمالك. وبعد كده هنتكلم بقى على الشغل الحديث الشاغل الشارع المصري والشارع الرياضي النادي الاهلي، ونتكلم عليه ونشوف ايه اللي حصل وايه اللي جرى فيه الفتره اللي فاتت من الجمعه اللي فاتت بعد نهايه ماتش الاهلي وشباب بلوزداد اللي كانت في الجزائر. يلا اول حاجه نتكلم على منتخبنا الوطني واخبار منتخبنا الوطني. خلاص عندنا دلوقتي مباراتين، بطولتين مهمين جدا هندخل فيهم ان شاء الله تعالى. اول حاجه بعد اعلان الرسمي بطوله كاس العرب 2025، كاس العرب في قطر من 1 ديسمبر لحد 18 ديسمبر ان شاء الله تعالى. بعد كده كاس الامم الافريقيه من 21 ديسمبر الى 18 يناير في المغرب. 18 يناير 26 باذن الله، ده بيقام في المغرب باذن الله. يعني كده اتحاد كوره رابطه كده، الدوري كده هيقف شهر كده. الدوري الجاي خلاص، الدوري ده فعرفناه مواعيده اللي هتخلص ان شاء الله في شهر 6. اما الدوري 2025 2026 كده عندنا بطولتين، يعني من 1 ل 18 ديسمبر، من 21 ديسمبر ل 18 يناير. يعني من اول 19 يناير الدوري ان شاء الله، لو منتخبنا قدر وصل وخد البطوله العربيه وقدر وخد كاس الامم الافريقيه مع الكابتن حسام حسن. بس كده حسام حسن ان شاء الله بالتوفيق ليه باذن الله، وتوفيق لمنتخبنا ان شاء الله تعالى. وان شاء الله باذن الله توفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله. وبعد كده أنا مش عارف المجموعات دي حقيقيه ولا مش حقيقيه، بس هنقولها برضو مع حضراتكم. واللي حصل الفتره اللي فاتت هنقول المجموعات كلها باذن الله. يلا، اول مجموعه ايه؟ اللي فيها المغرب، السعوديه، عمان. دي البطوله العربيه الاول، دي البطوله العربيه. نقول تاني المجموعات: قرعه كاس العرب، مش عارف دي حقيقيه ولا دي خيال الذكاء اصطناعي، مش عارف، بس هنقول لحضراتكم مش هنخسر حاجه. المجموعه الاولى المغرب، السعوديه، عمان، فلسطين. المجموعه الثانيه تونس، قطر، البحرين، الكويت. المجموعه الثالثه الجزائر، العراق، الاردن، ليبيا. المجموعه الاخيره منتخبنا الوطني مصر والامارات وسوريا واليمن. ده كل ده انا مش عارف ده حقيقيه ولا كذب. يطلع من اول مجموعه اول وتاني اول وتاني اول وتاني، بعد كده يشوف الدور الثمانيه هيحصل فيه ايه ان شاء الله تعالى. ده كل اللي حصل خلال الفتره الجايه. بس اهم حاجه يا رابطه يا اتحاد الكوره، خلي بالكم عشان اعملوا حسابكم الدوري منتخب داخل على بطولتين، وان شاء الله الثالثه جايه في الطريق باذن الله، كاس العالم باذن الله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله هنوصل كاس عالم بامر الله سبحان الله وتعالى. بعد كده في خبر صار معانا حضراتكم دلوقتي. خلاص الكابتن عمر مرموش في السيتي. خلاص الكابتن عمر مرموش في السيتي. الف 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 مبروك المرموش، بالتوفيق للمرموش. ان شاء الله معاك يا مرموش، ربنا معاك واحنا معاك. عندنا محمد صلاح في ليفربول، عندنا مرموش في السيتي، ويا رب اتمنى المزيد. كل لعيبه منتخبنا الوطني في اعلى الانديه باذن الله، سواء في ليفربول، السيتي، يونايتد، تشيلسي، توتنهام، برشلونه، ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان. ان شاء الله كل الانديه اوروبا، كل لعبتنا ان شاء الله في اكبر انديه اوروبا في اوروبا باذن الله تعالى. يلا نتكلم على الموضوع الثاني. قلنا على حضراتكم مباراة اللي انتهت منذ قليل، ليفربول ومان يونايتد، انتهت تعادل ايجابي 2-2. يلا نحلل الماتش سوا حالا بالا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش ليفربول ومان يونايتد
تعادل ايجابي 2-2. في الشوط الاول ليفربول يضيع هجمه في الدقيقه 13، ثم في الدقيقه 14، ثم في الدقيقه 16. اول ربع ساعه ليفربول افضل، ليفربول يضيع هجمه في الدقيقه 29 لحد ما يونايتد يضيع في الدقيقه هجمه في 42 من الشوط الاول، وانتهى الشوط الاول تعادل سلبي 0-0. والمان يونايتد يسجل بعد كده الشوط الثاني، مان يونايتد يسجل في الدقيقه 52، ليفربول يسجل في الدقيقه 58 ضربه جزاء 68، ليفربول يسجلها في الدقيقه 70 من ضربه جزاء لمحمد صلاح، ثم ليفربول يضيع هجمه في الدقيقه 75، ثم المان يونايتد يضيع 80، ليفربول يضيع 90 بالظبط. المان يونايتد يضيع كوره في اخر هجمه من الشوط الثاني، وكوره غريبه، كوره عجيبه ما تضيعش خالص، فيخلص نهايه المباراه ليفربول 2-2. هل ليفربول بدايه الدور الثاني من الدوري الانجليزي، هل ليفربول قادر على يحصل الدوري الانجليزي؟ هل ليفربول قادر يحصل الدوري الانجليزي مع سلوت؟ كل ده هنشوفه مع حضراتكم خلال الفتره اللي جايه باذن الله باذن الله باذن الله. يلا بقى نتكلم عن المباراه الثانيه اللي معانا. كانت معانا دلوقتي الزمالك والمصري، انتهت تعادل سلبي 0-0. بس انا الصراحه ما اتفرجتش على الماتش. كان ليفربول والمان يونايتد جاي في نفس التوقيت. هقول لحضراتكم ترتيب مجموعه الزمالك دلوقتي حالا، ثواني. مجموعة الزمالك المجموعة الرابعة، الزمالك 8، المصري 5، بلاك روز 4، والإنيمبا 4. يعني كده بعد انتهاء الجولة الرابعة، يعني كده كل فرقة ب4. الزمالك مع 8 نقط، المصري 5، بلاك روز 4، إنيمبا 4. يلا بقى نتكلم بقى ايه اللي حصل في ماتش الأهلي واللي جرى في ماتش الأهلي. حاضر ثواني. يلا بقى نتكلم بقى اللي حصل في الماتش الاهلي بعد هزيمه شباب بلوزداد 1-0. الاهلي كده اتأزم، الاهلي وحش قبل كاس عالم انديه. انا بقول من دلوقتي كاس عالم الاهلي لازم يستعد باوراقه. فين الصفقات يا كابتن محمود الخطيب؟ خلاص النهارده 5 يناير، مفيش ولا صفقه الاهلي. اهم حاجه عندنا في شهر 6 كاس عالم الانديه. الاهلي وحش 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 من صراحه، يعني من بدايه السوبر الافريقي. وجمهور الاهلي بيقول معلش، الاهلي كانش مستواه في ماتش السوبر الافريقي. بعد كده نكسب العين الاماراتي، بعد كده نبدا بدايه الدوري بدايه مذبذبه، نكسب ماتش، ممكن نكسب ماتش بالعافيه، نتعادل مع البنك الاهلي، نتعادل مع الاتحاد، نتعادل مع انبي. الاهلي مش مستواه خالص، الاهلي وحش جدا. يلا بس نحلل اول ماتش شباب بلوزداد ونشوف ايه اللي حصل فيه خلال الفتره اللي فاتت. يعني الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 7، ثم الغاء الهدف في الدقيقه 10 14، ثم اول ربع ساعه بلوزداد اخطر. بلوزداد ضيع الدقيقه 45 لنهايه الشوط الاول 0-0. بلوزداد احسن بس ناقص هدف. شباب بلوزداد يضيع هجمه في الدقيقه 51 و53. الاهلي ضيع في الدقيقه 64، بلوزداد ضيع الدقيقه 67. الاهلي ضيع 71 83. بلوزداد يسجل في جون الدفاع في الدقيقه 90 جون خاطئ من محمد الشناوي، جون وحش جدا من الشناوي. الشناوي ده مش مستواه خالص. مش عارف ماله الشناوي، مش عارف الشناوي ماله. الشناوي مش مستواه خالص. الشناوي أسوأ من أول بداية الموسم ده. الشناوي مستواه مذبذب. هي المباراة الوحيدة اللي حلوة الشناوي ماتش الأهلي والزمالك في السوبر المحلي من ساعة شاط ضربة الجزاء من شيكابالا. وبعد كده الشناوي مستواه بيتراجع. الشناوي الكور بتدخل فيه بكل سهولة. الشناوي بقاش حارس الأول للنادي الأهلي، بقاش حارس الأول لمنتخب مصر. الشناوي كرة 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 يا راجل سهلة يا شناوي. ده مش الشناوي. مالك يا شناوي؟ فيك ايه؟ عندك تشبع كرة؟ خد اجازة يا عم الحاج، خد اجازة وريحنا. هو المفروض الفترة الجاية مصطفى شوبير، هو المفروض الفترة الجاية مصطفى شوبير هو يحمي عرين النادي الاهلي
بطوله كاس عالم الانديه ودوري ابطال افريقيا. المفروض الماتشات كلها لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير احسن جون ان شاء الله، بالتوفيق ليك يا اوفا باذن الله. مصطفى شوبير هو ان شاء الله هو حارس الاهلي الاول. شوبير ان شاء الله بحارس المنتخب مصر الاول. بعد كده عندك كولر بقى. خلاص يا كولر، كولر خلاص يا حبيبي، انت خلاص فلعت. خلاص الكولر فاشل. ما فيش اي حاجه خالص. ما فيش اي حاجه مع كولر خالص. كولر خلاص فلس. مستواه قل زي موسيماني في ايامه الاخيره. كولر تعبان. كولر خلاص. كولر خلاص شطب كده. مشوه يا عم، هاتوا فايرر. اقول لك هلا احلى حاجه، احلى حاجه بجد، احلى حاجه بجد، احلى حاجه بجد، هو هاتوا الثنائي دول، حسام البدري وسيد عبد الحفيظ. حسام البدري هتقول في الفتره الجايه يجي منه والله. حسام البدري والله يجي منه لحد بس كاس عالم انديه هيشيل الفرقه بشكل حلو. كابتن حسام بدري وكابتن سيد عبد الحفيظ لازم يرجع يجيب سيد عبد الحفيظ مدير الكوره تاني. سيد عبد الحفيظ لازم يرجع مدير كوره تاني. لازم يرجع سيد عبد الحفيظ مدير كوره تاني يا كابتن. ليه كده يا اهلي؟ ليه انت وحش ليه؟ لا ما خلاص كده الاهلي دول احسن يعني الصراحه يعني. يعني يا بيبو الصراحه عايزين صفقات يا كابتن بيبو. عايزين حاجات. النهارده 5/1، النهارده 5 يناير مفيش ولا صفقه جت الاهلي. هو فين؟ طب ليه هو انت عمال تمشي؟ يعني مشيت عبد المنعم ومشيت عبد القادر ومشيت محمد شريف ومشيت اليو ديانج ومشيت حمدي فتحي، وفين اللعيبه التبديلات؟ طيب فين اللعيبه التانيه؟ فين اللعيبه التانيه؟ فين الجندوسي؟ مشيت الجندوسي دي طيب ليه؟ ليه مشيت الجندوسي؟ ليه هتمشوا اكرم توفيق ليه؟ اللعيبه دي كلها بتمشي ليه؟ احسن لعيبه عندك. الاهلي بيتزلزل في لعيبته والله. الاهلي عنده نزيف من اللعيبه، كل ده ماشي. وكندوسي وكريستو كل ده مشيتوه ليه؟ هم دول احسن لعيبه واحسن فريق والله. يعني الصراحه يعني الصراحه يعني حرام. يعني حرام واحد زي ده موجود. خاف فتاح موجود ليه؟ لعيب فاشل والله. ضيع الاهلي كتير، ضيع الاهلي كتير والله. ما بيلعبش كريم ولا ده ولا ده. راخر كوكا ده، كوكا ده اللي مشيته بيلعب مكان اليو ديانج ده. حرام عليكم بجد. وليه تلعب كريم الدبيس ليه وينج ليه يا كوره؟ ليه طيب؟ ليه يا كوره تلعب كريم الدبيس وينج ليه يا راجل؟ يا راجل كريم الدبيس يلعب وينج يا راجل؟ حرام عليك. لعب وينج ليه يا عم؟ ليه وكمان في خراب في الاهلي والله بسبب الثنائي دول. امام عاشور وكهربا. امام عاشور وكهربا الاثنين دول بوظوا النادي والله. بوظوا بعض والله. امام عاشور وكهربا الثنائي دول بوظوا بعض والله. والله بوظوا بعض، وخصوصا كهربا. والله كهربا امبارح في الماتش كان عايز يضرب الراجل بتاع حامل الكرات. يعني ماتش نازل يتخانق كهربا والله العظيم. كهربا نازل يتخانق ليه يا كهربا؟ ليه يا حبيبي؟ اثبت يا حبيبي، ركز ابوس ايدك، ركز في الكوره. انا بشوفك في بره الملعب اكتر من جوه الملعب. بشوفك معمح، بشوفك هنا، بشوفك هنا. ركز يا كهربا بقى، ركز يا اخي، ركز. ركز يا كهربا. وانت وامام، امام عاشور اخر. امام انت لعيب كبير، انت امام لعيب كبير والله، موهبه منتخب مصر. انت خلاص جيت الاهلي وعايز العربيه الفور باي فور، وعايز تلبس الجاكيت والناس تندع عليك وانت في الشارع يا امام يا امام يا امام يا امام وخلاص. والبنات الحلوين يجروا عليك في الشارع يقول لك امام امام اهو امام اهو. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. ركزوا في الملعب، ركز في الملعب. انت 10 سنين بتلعب هتعمل تاريخ ليك والله. يعني عندك كابتن وائل جمعه وكابتن ابو تريكه وعماد متعب والحضري، كل دول لعبوا 10 سنين عملوا لهم بطولات. دلوقتي الناس كلها بتصور معاهم ويعملوا هم عايزينه. ركز في الملعب بس. جوزيه كان ليه حكمه بيقول، شادي محمد كان بيقول مره النجوم دي في السماء، لو انت لعيب سيء النادي فيه 4 ابواب. كان بيعمل كده كده والله. جوزيه كان بيعمل كده، وكان بيعمل كده للعيبه. وكان مره لقى ابو تريكه وحش فقال في النهارده كان في لعيب واحد 22، النهارده لعيب سيء جدا. والله كان بيقول كده. فين عايزين بقى كده؟ ما علينا. يعني بجد بجد الاهلي سيء جدا. الاهلي قبل كاس عالم الانديه
بجد الاهلي محتاج صفقات، محتاج الاهلي محتاج حاجات كتير قوي قبل كاس العالم للانديه والله. دي البطوله المنتظره حالا، بطوله كاس العالم انديه. وعندنا ماتش مهم يوم السبت مع بجيان، وعندنا ماتش يوم الثلاث مع سموحه باذن الله، مباراه مؤجله باذن الله الساعه 4. وعندنا ماتش مع بجيان الساعه 6 ان شاء الله تعالى. نركز كده. الاهلي ما اقول لك المجموعه لوندو 8، الاهلي 7، شباب بلوزداد 6، وابيجان نقطه واحده. نركز كده. صعبنا البطوله على نفسنا، صعبنا البطوله على حاجتنا. ان شاء الله بالتوفيق للاهلي باذن الله، التوفيق للاهلي ان شاء الله، وتوفيق للزمالك في افريقيا وفي الكونفدراليه. وعندنا ان شاء الله بقى يوم الاربعاء بقى، والاربعاء والخميس سيمي فاينال السوبر الاسباني، ويوم الاحد النهائي ان شاء الله بين ريال مدريد وبرشلونه في السوبر الاسباني. كل ده في جده باذن الله الساعه 9 بتوقيتنا ان شاء الله. مباراتين جاي، ماتش جاي على ام بي سي مصر باذن الله، باذن الله. وكل جديد مع باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم ان شاء الله تعالى. ومسؤول الاشتراك وتفعيل الجرس. الى اللقاء، سلام. ويا ريت تدعم لايك وفيسبوك وعلى التيك توك وتفعيل الجرس. كان معكم باسم الزمر من برنامج الكرة مع باسم. شكرا، الى اللقاء، سلام.